ايه يا ابني، في ايه؟ هو ايه اللي تعالى دلوقتي والساعة داخلة على 3 الفجر؟ في ايه؟ في موضوع عايز اكلمك فيه، مش قادر استنى للصبح. امم شكلك هتقول كلام يضايق. طب قول، سامعك. التأشيرة طلعت ولازم اكون مسافر خلال 10 ايام. بجد؟ مبروك يا معلم. ايه؟ طب مش هو ده اللي انت كنت عايزه؟ حاسس ان انا هكون بخسر كل حاجة يا يوسف. انا عارف ان دي فرصة حلوة وما كنتش احلم بيها، وممكن تأمن لي مستقبلي كمان، بس يعني امي دي هسيبها لمين؟ اختي ده انا سندها. ده غير بقى حلم التمثيل اللي هو انا كده هكون بتخلى عنه تماما اصلا. انا عارف ان السكة مش سالكة واصلا لسه بسعى وكده، بس كده هبقى انا في كارير وهو في حتة تانية خالص. فاهمك. بص، انا فاهم اللي انت بتحكي فيه ده كويس، بس متهيألي عشان تكسب حاجة لازم ان انت تتنازل قدامها عن حاجة تانية. خصوصا انت عارف كويس قوي ان موضوع السفرية ده هيغير لك حياتك كلها. حتى اهلك كمان نفسهم مش معترضين عشان عارفين ان الحوار ده فيه مصلحتك. حاسس ان انا هكون بكسب حاجة وبخسر كل حاجة قدامها. ما هو انت برضه ما ينفعش ان انت تفكيرك يكون عاطفي بس، لازم يكون عقلاني كمان. بص، انا عارف كويس قوي ان موضوع السفر ده مش سهل بالنسبه لك، بس انت اصلا ما فكرتش في موضوع السفر ده غير بعد ما موضوع ياسمين باظ، وانت اصلا كنت عايز تبعد، وده من الحاجات اللي شجعتك انك تعمل كده. انت لو مكاني هتعمل ايه؟ انا مش عارف، ومش عايز اقول لك ان انا مش عارف، لان المفروض ان انا بساعدك دلوقتي اصلا انك تاخد قرار. وكمان فكره السفر دي مغريه جدا، انا فاهم، بس بصراحه انا عن نفسي لا، صعب. يعني ممكن اسافر اتفسح مثلا وارجع كده، لكن فكره ان انا اسافر كشغل او كهجره، في ناس تقدر تعمل ده وفي ناس لا. انا من الناس اللي لا الصراحه. انت كده بتصعبها عليا على فكرة. انت عارفني، وانت عارف اصلا ان انا ما كانش ليا في موضوع السفر ده. محدش بيبقى عايز يعمل الموضوع ده او بيختاره من نفسه كده. لازم يبقى خلاص طهق، مش طايق، مش قادر. انا الموضوع قفل في وشي خالص، ولا شغل ولا علاقات. والله بالعكس، انا مش قاصد ان انا اصعبها عليك، انا ما بصعبهاش عليك خالص. انا بس عايزك تكون محدد انت عايز ايه، واضح مع نفسك اكتر. متهيألي ده هيساعدك شويه ان انت، او هيساعدك اكتر كمان ان انت تاخد القرار الصح. مش عارف اعمل ايه. دماغي هتنفجر من التفكير.